الله يسعد قلبك يا مدود. يسعد قلبك كلكم والله. تسلم ايدك يا مدودي. بص ايه بنت يا مروه الفظاعه اللي انت عاملاها دي؟ الله 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 على عشق. ايه يا بنت يا مروه، ما بالراحه علينا، ايه الاكلات اللي انت منزلاها علينا الايام دي صح؟ والتحدي النهارده على ايه يا بدودي؟ التحدي النهارده يعني على الدلمه العراقيه، فقبل ما نبدا بالتحدي يا ريت كده تصلوا على النبي. زيدوا لنا كمان صلاه، ادعمنا بلايك بقى، ادعمونا بلايكات كتير، واللي لسه ما اشتركش يضرب الاشتراك كده وفعل الجرس عشان يوصلوا الدلمه الجديده ان شاء الله. ويلا بينا. بصوا يعني حله رهيبه رهيبه رهيبه، وتعالى لما نشوفها مع بعض. ارفع لي الحله دي يا بدودي. لا ارفع الحله. صدقي اهدى كده. طبعا الصينيه نظيفه والحله من تحت نظيفه. بص الطريقه الاصليه، ولا اي ولا زي انت يا بتتكلموا ازاي؟ الله يسعد قلبك. بص الله يسعد قلبك يا مدود. يسعد قلبك كلكم والله. تسلم ايدك يا مدودي. بص ايه بنت يا مروه الفظاعه اللي انت عاملاها دي؟ اللي حضرنا من زمان يعرف يا مدودي في عمايل ايه؟ الدلمة وكنت دايما ما احبش اقلبها الا بالرجاج زي كده. بس هي ما عملناها مره في مصر احنا، مره ولا مرتين، مش حاطين لها رجاج. لا ما كناش مستمتعين منها من غير رجاج بصراحه. يلا يلا يا مدودي انا برضه اللي هقلبها. يا مدودي الله ما ينقطعش لك عاده ابدا يا شيخ. خليها تجيلك. امسك وانا هشيل لك الغطا. ماشي. الله بص اللي على الوش دي. اقلب. بسم الله الله اكبر عليك يا بنتي يا مدودي. الله اكبر. الضلوع مش عايزه تنزل. طب ما انزلها. نزل لي الضلوع دي. لا مش قادر اوصف. بص المنظر. بص نزلت. لا مش قادر اوصف ليكم، مش قادر اوصف. لا خد يا سليمان عشان انا مش قادره. عارفين حتتين الجلد اللي لازم اللي فيه جلد لزق ايوه في البتاع. فيهم دول. بصوا ايه الرهابه والفظاعه دي يا وليه؟ بالله عليكم اللي يشوفها ما يقول دلمه اصليه على الطريقه الاصليه. شايفين؟ استنى بصوا شايفين الجمال؟ حاجه كده رهيبه. الله دي اللي يتقال لها الله من هنا للسنه الجايه. الله عليكم كلكم. التحدي بقى النهارده هيكون على الكميه. تمام على اللي يشبع علشان ناكل ونستمتع وانتوا برضه تستمتعوا. عشان برضه اهل العراق مش يزعلوا منا عشان الاكله دي ما ينفعش. هم قالوا قبل كده الاكله دي ما ينفعش تاكلها بالسرعه دي. وجبت لمدود العشق. ايوه بقالي 10 ايام ما اكلتش بصل. صح. من اخر فيديو انتوا شفتوني فيه واكله بصل ما اكلتش بصل. يحسدوك قاعدوا يقولوا بيجيب لها البصل وتاكل البصل جنبه ازاي وازاي سيبها تاكل جنبه. اثر فيه. اثر فيها الكلام ده. قعدت 10 ايام ما اشتريش البصل. لا كان فيها اكلات كده ما ينفعش الصراحه اكل معاها بصل. انا ما اقدرش. حتى لما رحت البلد اي حاجه امدودي بتحبها مهما كان، وشوفتها لو هي بمليون على الحلال ما يغلى عليها اذا معاي اجيبه على طول، واجيب بدل الحاجه منها 2 و3. ربنا يخليك لنا يا بدودي. يلا بسم الله. يلا عشان انا اموت. بس مولع نار. بسم الله. بص شفتوا؟ سهله جدا. ايه ده يا مدودي؟ انا حاطه فيها ورق خس وورق عنب. بسم الله. هتقولها هي مش بالورق الثلج عادي. واو حجر الثلج. شبههم. الفظاعه دي. تسلم راسك وتسلم ايدك وتسلم حياتك، وربنا يديك الصحه يا مدودي على العظمه اللي بتعملها لينا. بجد العظمه دي والله يعني اي حد مراته بتعمل عظمه زي كده، كل ما تشوفها كده في وشه كده اضحك لها وبوس ايديها. والله اقرب طارق لي قلبي الراجل معدته لو تكسبيه راح تبقي كل دنيته. الفظاعه دي يا وليه. شفت اللون من جوه في جربوشه. هاتها لي. طب خد الجربوشه على بعضها. كلها بالرجوجه.
شايفين؟ في شوية صوص كده. شايفين ده؟ لا 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 لا، العظمة دي، العظمة دي يا مدودي. شو باكل بصل؟ بصل؟ اكل يعني؟ هما بياكل معاها بصل اصلا. بياكل معاها كل انواع البصل. مولع نار. الجهد مع اللحمة مع انا عايزه اهل العراق يثبتوا لي وجودهم وطلع الفيديو دي ترند. انتوا جدها. اه الرجاج معاها رهيب لما تغمسوا. هم اصلا بيحبوا ياكلوا. محمد خطير. هم اصلا بيحبوا ياكلوا الرجاج كده. مع يكون كحل متشرب البصل، بقى بالصوص. مع كحل بصل ناشف كده. ياكل منه زي التفاحة كده. بجد يا مدودي بجد. بجد يعني. تسلم ايدك على العظمة. هتقول لي بتعظم بها كتير، يعني لو طلت تعظم بها كل ثانية نعظم فيها. اه والله. هم الرجاله كده لما اكله تعجبهم. أنا يا جماعة بصوا، أنا كده في اللحمة مش قادر أمسكها. نار. خلاص خلينا. اللحمه سايحه ازاي؟ انا قلت لي ايه بقى يا سليمان؟ هات لنا ضلوع. مش كسرت. مش تكسرها. قلت لي مش هتكسرها. بص دي. كان في فيديو لنا في المانيا، كان في ضلع عريض كده. قدامها. والله العظيم الفيديو اجى قدامي. تخيل انا عشمت عليها. كان يومها ضلع عريض كده، وكان سليمان ماسك الضلع وبفضيه من اللحمه كده. عامل منه ايه مقطع قصير كده حوالي 10 ثواني، وانا ماسك الضلع كده. عملته كده، راح جاي نازل منه اللحمه كده، جايب على قناه العائله 1,600,000 مشاهد. ظهر لي قلت لسليمان انا عايزه نفس الاكله دي. بكره حصلت. يا خرابي، يا خرابي على الجمال. يا خرابي يا فين الناس اللي قاعده بتتكتك من السجعه دلوقتي؟ السجع مش ينفع معها غير الاكل الجميل ده. ما تقولوش لا بقى سلك واعمل الاكل اللي بيبخر. اوعوا تسلكوا في الشتاء ده. اوعوا تسلكوا. ينفع اكلات شتويه كتير عادي. طب والله انا بحب العدس في الشتاء. وبنعمله كتير على فكره الفتره دي احنا. يعني احنا اصلا مش بنصور تحديات كل يوم. شايفين انا باخد ايه؟ باخد معاها على طول ايه؟ مش تاكل بصل من دي ليه؟ هاكل يا مروه، بس انا ده عاجبني ورد الخس ده. ورد الخس خطير. كان جايب لي خاصيه. قلت والله قلت والله لا عامله ورق، لان كان ماما عاملاه ورق خاص كان رهيب. دي عامله ورق دي. عارفين بقى طبخت ايه النهارده؟ طب ما تبرد لي. برد لطيف. خلي دي كده تبرد هنا. هي برد لي البصل دي مره. برد انت. مش تاكل اي خضار ليه كده؟ اهدي يا مروه عليا، انا ببقى عند اللحمه. مركز في المهم. اللحمه والعظمه دي والشغل العالي ده. وجايب لك جرجير. اهدي بس كده. ازاي انا اقول لك جرجير؟ طب بص اللي عليكم. شفتوا المنديل الطرب؟ طربه. تلفوه كده. شفتوا؟ تلفوه كده. اضرب ابعت. بسم الله. والله العظيم مش قادره اقطعها اصلا من السخونيه. نقطع. يا عيني قلبي جرى ايه.
هيقولوا بصوا عايز جمته اكل البصل ازاي. بس انت رميت نصها. صعبان عليك. لسه فيها جرمه كمان دي. صعبان عليك. كلها. اه والله. انا هرجع اكلها عشان مش تزعل. لا هو يعني ايه؟ يعني مش رامي العرج، لا ده رامي فيها. بصوا انا حاشيه بطاطس، انا حاشيه بطاطس وفلفل الوان، ورق خس، ورق عنب، والبصل، وفلفل حامي، وبتنجان وكوسه. حلو يعني. انا باكل، انا باكل من كل اللي على السفره. وانا ده ما انا ملاحظه. الدلم والمحشي الكرنب المحشين دول الواحد عايز يفضل ياكلهم طول الشتاء. بقى لسه بقول لمروه وهي بتعمل المحشي، قلت لها مش هتبطل اعمال محشي لان الشتاء دي مش ينفع نعمل المحشي. يعني النهارده دلمه، بكره كرنب، بعده مشكل، بعده كده يعني، فاهم انت؟ بعده فتة، بعده مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتخلي الواحد يعرف هو بياكلها. لسه عامله لك فتة الفيديو اللي فات. خطيرة. وكانت اكله رهيبه. وبعدين يا جماعه انا من عشاق الفت على فكره يعني الفت قدامي ورز وكده وبسله، اسيب الرز والبسله واخش على الفت. تخيل هو بيموت في البسله. اسيب كله واخد الفت. يا لهوي سخنه موت. ليه؟ اصلا العيش بيوكل. العيش حلو. واحد عرق. قولي لي ايوه، قولي لي بقى طبخت ايه النهارده؟ لما تقول اجل احنا عملناها ولا لا؟ انا بشوف كومنتاتكم حتى لو مش رديت، والله بشوف كومنتاتكم. ما شاء الله عليكم، والله بتعالجوا يعني كومنتات كتير. اكلت البصليه اللي بردت ولا ما اكلتهاش؟ تاخد دي كمان تبرد؟ معاها واحده بارده. الدهنه دي جابت معايا من الاخر. الدهنه اللي كانت فوق دي اللي لميتها دي. انت اكلتها؟ اللي عملتها منديل؟ كله ده انا عملت منديل وعملت فتة دهنه وقها بالدهنه. بتشبه. الريشه اللي كانت معايا دي معلوفه علف، يعني ايه اللي هو الحب ده يا جماعه، عامله على اللحمه دهنه خطيره. مش كنت كلتها دي بقت الكمك دي، خليك مش تقدر تكمل اصلا بعدها. ده اللي حصل لك. يا مهزوم من دلوقتي، يا مغلوب. بس تقيله. تقيله والله، تقيله حقيقي. عارف العراق الكمية دي ممكن يعملوها ل10 اشخاص. لا يا شيخ. صح ولا لا؟ احنا اللي بتقول مني يا جماعه احنا بناكل. ما احنا بناكل مش بنرميه. تاني يوم بنروح واكلين. بس بتكلم يعني ايه في الاثناء دي، يعني الكميه دي اللي قدامنا دي 10 يقعد عليها. عمرنا ما نرمي اكل. لا مستحيل الاكل اللي والله لو هناكله 3 ايام، لو هنسخن كده 3 ايام مش حد هيرمي نعمه ربنا. خد حته لحمه ما طايقين لحمه. ما انت اللي حصل لك هاشم عدينا ليه؟
يعني ده خدت الدهنه كلها كانت جميله كده في ايوه مغريه في في الاكل، الرجاج. مغريه مع تحط معاها صابع محشي مع مغريه الرجاج، حقيقي، طعم يا جماعه خرافي. اه والله. مغريه فعلا في الاكل. يا خروبي. سليمان اتسحبت. تشرب يا مرو. ايوه. بتبص لهم ليه؟ انا بص بطلة بطلة. انت يا ام دودي الله يسعدك. ايوه والله بجد يعني. جد جد الله يسعدك على وقفتك مع عيلتك الجميلة. ياه كده تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك. انا كده تقيلة تقيلة تقيلة. الشوربة دسمة أصلا. حاطة فيها دهنة عشان تبقى الشوربة دسمة. انا اكلت رجاجة كاملة على فكرة بالدهنة مع المحشي، مع المحشي الورق الدلمة. مع الدلمة الدلمة يا جماعة. اتق الله. هيقول لي هيضيع هيبتها. عارفين بقى اللي هيصبر هيكون اطعم والله. يعني بتزيد حلاوه، كل ما بتقعد بتزيد حلاوه لانها بتاخد من بعضها كده بقى، فاهمين؟ بس انا احب اكل الاكل سخن زي ما هو كده بصراحه. ده مروه كانت يعني انا كنت عملت معاكم المقدمه وكنت بصور الصينيه. احنا بعد ما فضيناها قدامكم قام يصورها. كنت عمال اقول له خلص يا سمية البخار هيخلص. وانا اقول لها ايه عشان انا اقدر اكل. ايه الفظاعه دي يا ولاد. انت اللي فظيعه يا دود والله انت اللي فظيعه بجد يا جماعه، بجد والله العظيم. مش تشكير عشان هي مراتي، بس مش في اكله عملتها يعني من الاكلات بتاعت الدول الخليج الا وتطلع معاها 100% والله 100% بالنسبه لي بجد يعني، للطعم ولحلاوه الاكل. لانني يعني طب هي اكتر اكله لان اني عملتها يعني ايا كان منين هي، حتى لو اكلتنا ومش عجبتك؟ ايه الاكله اللي انت عملتيها ومش عجبتني؟ هقول ليه ايه الاكله اللي انت، هي اكله انا اكلتها في المانيا. انا بحب اهل الجزائر والمغرب وتونس كسكسي صح؟ والكسكسي بجد هو ما حبش طعم الكسكسي يعني نفسه. بعد ما انا كنت حابب ان انا اذوقه، بعد ما اكلته ما كنتش حابب ان انا اشوفه بجد يعني. لان انا ما حدش ياخد الكلام كده. لا هو الكسكسي نفسه، الكسكسي ده عامة اي حد بيعمله عادي. حتى احنا ما في احنا مصر بنعمله هنا، بنعمله مع بط. في ناس بيعملوه دايما مع بط، يا اما بنعمله مسكر. هو تقيل جدا. ما انا ومحمد اكيله في هو المانيا. تقيل. انا كنت عامله كميه والله. والمشكله يومها كنا عاملين يعني الصينيه كان اقل من دي شويه. كان كل واحد قدامه الصينيه، كان كل واحد 3 صواني، كان كل واحد قدامه صينيه وعلى الكميه. فهو تقيل. ايوه كان تقيل جدا تقيل جدا. وكنت اول مره اكل الاكله دي، فاهمين؟ بس مش عجبتني يعني. انا بحبكم وانتوا لا يا ابني هي مش لها علاقه. الاكل هو ده الكسكسي نفسه مش الاكل على بعضيها. لا اللي بتاع ده ايوه هو قصد على الكسكسي نفسه مش الاكله اللي انا كنت عاملاها. لا الاكل لا اللي بتاع نفسه. ايوه اللي بتاع نفسه اللي عامل زي بالبصل مهري كده، عامل زي هو اصلا عباره عن دقيق. انا بقى مش حبيت الموضوع ده بجد. أيوه. مش حبيت. الاكل اصلا متعبه جدا. الكسكسي وتعبت مروه يومها، بس يعني احنا عملناها عشان احنا مش بنحب نزهق اي حد منا ولا كان مطلوبه مني. كانت مطلوبه منا جامد، مع ان انا عامله الكسكس وانا مش بحبه. احنا اصلا مش بنحبه يعني ولا عمر اهالينا ولا عمر حد عمله لنا. ناس اصلا كتير مصريين هنا بيعملوه على فكره. في ناس ايوه بيعملوه مع بعض. ايوه بيعملوه وبيعملوه مسكر. بيتباع عندنا بره في الشوارع يا ابني. في القاهره في الشوارع عربيات واقفه كسكسي مسكر كده، حط لك عليه سكر ومش عارفه ايه كده.
فاني مش الاكله نفسها مش عيبت على الاكله نفسها، انا بعيب على البتاع اللي عامل زي العجينه ده. هو هو ده أصلاً المفروك ده اللي أيوة، بيفركوه هو ده. ده. هو ده اللي مش عجبني في الموضوع. لو حطيته مكانه رز وخليتوه كسكسي كان يبقى خطير. لا الرز حاجه. لو حطيته مكانه جريشه، لو جريشه يبقى اخطر بقى. لا دي حاجه ودي حاجه، هو ما أنا عارف، بيكون ما أنا متفرفت كده التاني انا ده. عارف. فيا رب يكون تحدينا عجبكم، ولو عجبكم التحدي ادعمونا بلايكات كتير، واللي لسه ما اشتركش يشترك. انت مش هتتعاقب؟ اتعاقب ايه يا مارو؟ على الاكله دي عيب عليك. انا هعاقبك تاكل حته الدهنه دي. ماليش دعوه، ماليش دعوه، كل حته الدهنه. لا دهنه تانية يا مروه، حرام عليك، يبقى هموت. خلاص تاكل عروق البصل مش البصله. هاتي من مكانك يعني. البصل اللي انت بترميها دي تاكلها. دي مكانك دي. عشان انا مش بحب عروق البصل ده كوب، لان انا مش بحب عروق هات البصل. مكانك. كلها. ان انت كنت لاقي مكانك. لا هقول لكم بس مش هو مش بحب عروق انا مال. كلها عشان بعد كده تكسب، مش هتسحب في ثانيه لو الاكل تجي له موت. اللي كان ملاحظ معايا وانا باكل هيقول سليمان بيعمل ايه بالدهنه دي؟ امال هو داخل بالدهنه داخله ليه كده؟ لا اكل تجي له موت سليمان والله العظيم. او الواحد اتلكمت مش عارفه ليه. ما حلو كده. اهدى يا مره، يعني بصل ودهنه بصوا هو دي تحدي عادي، احنا حبينا كده ناكلها معاكم عادي. ناكل معاكم تحدي دولمة عراقية نستمتع فيه وتستمتعوا منه، ما نجريش هياكل يعني. احنا لو لعبنا جولات كله يخش يقول لك دي ما تلعبش جولات، دي تتاكل كده. والله تتاكل الجولات بصراحة. فالله يسعدكم جميعا ويسعد جميع الدول. الله يسعدكم على كلامكم اللي زي العسل وعلى دعمكم اللي زي العسل لينا، وحطوا لنا لايك. يعني مش هبخل علينا باللايك يا جماعه دايما كده. ربنا يسعدكم زي ما تسعدونا، ونقول لهم مع السلامه.